الآن يجب أن يفسر هذا القرآن، وهذا هو القرآن الذي تحتاجه أمريكا وأوروبا وليس القرآن الآخر. يعني هذه الأشياء يعني، ولا زالت بعد الروايات حول الإسراء والمعراج أنه فطرق الباب السماء الأولى ثم قالوا من قال محمد، قال أو بعث لها. هذه خزعبلات هكذا يرويها الناس في هذه الأشياء. يعني سبحان الله، والله سبحان الله، لا زال الناس يقرؤون هذه الأشياء. نعم. يقول في السؤال الثاني: بماذا نحكم على من أنكر المعراج أو أول في تفسيره له؟ نحكم عليه إن كان قد تبين له الحق وعلم. نحكم على من أنكر المعراج بأنه إن كان قد تبين له الحق وعلم ما جاء فيه من النصوص من السنة الصريحة ومن ظاهر القرآن الكريم، فإنه يكون بذلك كافرا، لأنه يكون مكذبا. وهنا تأكدت لك الألباني عندي لا شيء وانطح الحيط. فإنه يجب سبحان الله، والله لا سبحان الله. ومشي غير الألباني وأمثاله. إذا أصر بعد زوال الشبهة حكم بكفره أيضا، لأن المعراج حق ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، إلى أن قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وأما الإسراء فهو أيضا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تضافرت الأحاديث الكثيرة في قصة المعراج وأنه حق ثابت، ولهذا أدخله كثير من أهل العلم، أدخله في كتب العقائد وجعله من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن بهذه المناسبة أود أن أبين أن المعراج دخل فيه أشياء كذب وموضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الكتاب الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في روايته، وهو كتاب متداول عند بعض الناس فيه أشياء منكرة موضوعة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان أن يكون محترزا منه مبتعدا عنه.